بعض جماهير الأهلي على السوشيال ميديا تتوعد إمام عاشور في مباراة البنك الأهلي على خلفية تعمده التخلف عن السفر إلى تنزانيا وإثارة أزمة كبيرة مع النادي. حالة ترقب داخل الأهلي لالتزام اللاعب بتدريبات المستبعدين، وعدم حضوره قد يؤدي إلى التجميد لنهاية الموسم أو عرضه للبيع وخصم نسبة كبيرة من عقده. الأهلي أصبح منفتحا على مناقشة أي عروض جادة لإمام عاشور بعد أن كان يغلق الباب سابقا. وكلاء اللاعبين والعروض الخارجية. مروان عطية ينفي تماما تعاقده مع آدم وطني بعد تداول اسمه عقب أزمة إمام. الإعلامي أحمد شوبير وصحفيون موثوقون يبرئون آدم وطني من تصرفات إمام الأخيرة. مصدر بنادي النصر السعودي ينفي رغبة النادي في ضم إمام عاشور، مؤكدا الاكتفاء بضم العراقي حيدر عبد الكريم. آدم وطني: لا توجد أي عروض رسمية وصلت للأهلي حتى الآن. أسباب الأزمة من وجهة نظر اللاعب. الأزمة تعود بحسب مقربين إلى رفض ياستروب تسديد إمام لركلة الجزاء أمام وادي دجلة، إصراره على تنفيذها بواسطة زيزو، عدم توقيع عقوبة على هاني الذي طالبه بالالتزام وهو ما يراه اللاعب إساءة، بينما تؤكد الإدارة أن هاني تصرف كقائد فريق فقط. مواقف إدارية وقانونية. عدل القياع يطالب بتعديل اللائحة وخصم نصف عقد أي لاعب يرفض اللعب عمدا. تحذيرات من أن استمرار الأزمة قد يستخدم قانونيا ضد الأهلي إذا لم تدار بحذر. تحركات الفريق فنيا. كامويش يخضع لجلسة تصوير تمهيد إلى الإعلان الرسمي عن الصفقة. ياستروب يؤكد أن لا لاعب فوق الفريق، يرفض الخوض في أزمة إمام، يثق في لاعبيه لتحقيق الفوز وضمان التأهل. نصائح وضغوط على إمام عاشور. كهربا ومقربون من اللاعب ينصحونه بالاعتذار والالتزام حتى لا يخسر جماهير الأهلي والدعم الإعلامي وفرصته مع المنتخب. التحذير من أن خسارته لجماهير الأهلي ستجعله عرضة لهجوم الجميع مستقبلا. آراء نجوم الأهلي السابقين. شريف عبد الفضيل: اللاعب موهوب لكنه غير محترف، يطالب بفرصة أخيرة ثم البيع. مجدي طلبة: لا مبرر لما فعله إمام، شتت تركيز الفريق، كان يجب إيقافه شهرين، يفضل بيعه إذا وصل عرض 7-8 ملايين دولار. الرواتب الكبيرة للمصريين سببت أزمات داخل غرف الملابس. شريف حازم: يطالب بتجميده أو بيعه فورا، يؤكد أن الحديث عن اهتمام أوروبي مجرد سوشيال ميديا. محمود أبو الدهب: تصرف إمام جريمة كبيرة، لا مبرر فني أو بدني، العقوبة أقل من اللازم، يقارن بالأزمات المشابهة في أندية أخرى لم تلقى نفس الضجة. الخلاصة: أزمة إمام عاشور دخلت مرحلة خطيرة رياضيا وجماهيريا. الأهلي يضع الانضباط وهيبة النادي أولا. أي تصعيد جديد من اللاعب قد ينتهي بالتجميد أو البيع.